السلام عليكم. كاتو ديال التفاح بطبقات بالياغورت الطبيعي والتفاح. فغادي نحتاجو صفار ديال البيض، السكر، كنحرك، الزبده مذوبه، قشور حامضه كنحرك، الدقيق فيه الخميره الكيماويه. في المقادير كلها غادي تلقاوها لتحت. حتى كتجمع لي العجينه كنديرها في فيلم اليمونتاغ وكندخلها للثلاجه تقبض في راسها. التفاح كنقشرو كنقطعو، كنعصر عليه الحامض باش ما يكحلش. في مقله كندير الزبده، السكر، التفاح، القرفه، حتى كيتعسل مزيان مزيان. فالعجينه من بعد ما قبضت في راسها فغادي نفرقها على جوج. غادي نبدا هكا كنحكها، غادي نثبتها في القاع ديال المول. كندير التفاح، الطبقه الثانيه البيض ديال البيض، السكر الفاني، السكر البيض كنضيفو على 3 ديال المرات حتى كتوقف لي لا ميغانغ. كندير الدقيق كنحرك، الياغورت الطبيعي قشور ديال حامضه كنحرك حتى كيتخلط مزيان. فكنخوي على التفاح، كنبدا كنحك النص الثاني ديال العجينه. غادي ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ورشة ديال السكر وبصحة والراحة.